طريقة الانسلال على مستوى الخط الهجومي. شوفوا هنا اللقطة قبل ذلك، لحظة انطلاق الكرة، عملية الإنزال أمام بنصولة، يحاول ما يمكن أنه يقوم بإيقاف هذه العملية الهجومية. إذا كرة تلعبات بهذا الشكل، لاحظوا الإنزال بالصدر، محاولة الاختراق والدخول داخل منطقة الجزاء. إذا كرة من أبينا بولفاتح ينطلق من الجهة اليمنى، تمريرة داخل منطقة الجزاء صوب صامبو. هنا الإمكانية لاستثمار هذه الكرة من حمد الهوني، تعود من جديد بوسفيان الاختراق أو المرور، ضاعت له الكرة، يفقد الكرة الماضية، انطلاقة من يوسف أنوار يرجع كورته للخلف، تأمين المنطقة الدفاعية من خلال بدر قدرين، يلعب هذه الكرة مطور مناسب، تمكن من ابعاد الخطوره. لعبات من جديد كره وداديه، الانطلاقه من منتصر حتيمي كينسل، المراوغه ديالو كيحافظ على الكره، قام بتمريره، ما كانش هنالك انسجام بينه وبين حمد الهوني، الشيء اللي خلى انه الكره الماضيه تضيع. رجعت من جديد للوداد، انطلاقه مستمره متواصله للوداد رياضي، تمريره جانبيه الجهه اليسرى، بوسفيان الاستلام، البحث عن الاختراق او الدخول داخل منطقه الجزاء. بوسفيان كيراوى، بوسفيان كيقوم بتمريره ممتازه داخل منطقه الجزاء، هنا كتنزل بالكعب من منتصر حتيمي، فرصة دخول اختراق ومن جديد الوداد، ولكن تصويبة في آخر المطاف إلى خارج ونشوف هنا التدخل الماضي، سقوط على رقعة ملعب للاعب الحبيب بريجا. هنا الكرة المراوغة الأولى، بعد ذلك كنشوفوا هنا التصويبة كما قلت لاعب محمد الهبيلي، هنالك ايضا اسماعيل قراد، ايضا اسامه رادي، كل اسماء اللي بامكانها ان تعطي الحلول على مستوى الجوله الثانيه من عمر هذه المباراه. كره اذا المولود ديال الوجديه، تحضير في خط دفاع، بدايه ديال بناء هكذا كرات بهذا الشكل. لاحظوا هنا المتربطات اللي كتجي من جانب عناصر فريق المولوديه الوجديه، تمريره اماميه، محاوله مطوله، فرصه الاختراق داخل منطقه الجزاء ورفع الكره بهذا الشكل وتسجيل الهدف بهذه الطريقه. نشوفوا القرار نوار وكيوضع الكره ديالو في المرمى. اذا 1-0 بطريقه ذكيه، وايضا برفع الكره بهذا الشكل. يمكن نقول بانه حتى المدرب فوزي جمال ما كانش كيتوقع ان الكره غتدخل المرمى بهذا الشكل وبهذه الطريقه هذه. غادي نتابعوا الاعاده وغادي نشوفوا اللقطه الماضيه الهدف اللي جاب هذا الشكل هذا. لاحظوا هنا الانطلاقه. اذا هنا الانسلال ديال يوسف انوار لوحده امام الحارس، بعد ذلك رفع الكره بكل هدوء. لاحظوا حتى يوسف انوار يمكن نقول بانه خدا الوقت ديالو الكافي ورفع الكره بكل هدوء، معلنا عن الهدف الاول امام التواجد ديال الحارس يوسف المطيع. اذا تابعنا الاعاده وكنتابعوا هنا ايضا الطريقه اللي جات من خلال الكره ورفع الكره بهذا الشكل بهذه الطريقه هذه. صراحه هدف جميل، ولو انه جاب هذا الشكل هذا. ولاحظوا يوسف انوار ما احتفلش نهائيا بالهدف، بعد ذلك بدا كيشوف الحكم وكيشوف الحكم مساعد، ثم كتجي الفرحه وكانها كانت مؤجله بالفعل. والمحاوله من يحيى عطية الله يستعد للتصويب، تصويبه اماميه مركزه، هدف رائع ليحيى عطية الله، هدف نعم، هدف مميز، طريقه جيده. تابعنا كيف انه اليوم هو هدف التعديل من جانب الوداد، جاء من خلال يحيى عطية الله من هذه المسافه، من هذا المكان. هي كورته تصويبه اماميه مؤطره قويه جدا على يسار الحارس زياد العفس الذي لم يتمكن من تقديرها. تعود من جديد للوداد، هدف ثاني. بوسفيان يؤكد ان الوداد في الجوله الثانيه افضل من الشوط. التقدم ودادي نعم. هذه هي الكره التي لعبت داخل منطقه الجزاء، الانزال بهذا الشكل. سامبو لم يتمكن من الكره الاولى، ثم بعد ذلك ياتي بوسفيان ليكمل المسير، وبالتالي يجي الهدف الثاني. سيتم تمحيص هذا الهدف، امر طبيعي من غرفه الفار لتاكيد القرار. هل سيستأنف المشوار ام ان هنالك امر بعد؟ نشوف اللقطه. لعبت هذه الكره سيفتين بورا، تحضير كان من امين ابو الفتح في هذا الوقت بالذات. كره الوداد، منتصر يلعب كورتو في خط الوسط رفقه جبران
يربح المسافة أمامه جبران، يتقدم الأمام، تمريرة ممتازة في اتجاه من سامبو، كرة ممتازة والهدف، وراية مرفوعة من الحكم المساعد. نشوف هنا سامبو السعيد اللي مشى بالكرة الماضية، اللي انطلق في الكرة الماضية ديال الهدف الثالث، وراية مرفوعة من الحكم المساعد. إذا نشوفوا القرار، نشوفوا هنا اللحظة ديال الانطلاق ديال سامبو، فيها ولا ما فيهاش؟ غرفة الفار بالخط الوهمي ستعطينا القرار النهائي. سامبو نسل هنالك هدف مشروع للوداد، هدف مشروع للوداد، 3 أهداف مقابل هدف واحد، فرحة كبيرة. فريق شباب المحمدية قبله أيضا مع فريق الاتحاد الرياضي. كرة من جانب عناصر فريق الوداد، أمين أبو الفتح، استعانة بكرة من نشوف هنا فرصة، محاولة دخول داخل منطقة الجزاء، هذه كرة كتمشي مباشرة صوب الحارس يوسف المطيع. ظهر أكثر من مرة على اعتبار أن يوسف أنور كان يريد الاستفادة من الكرة الأخيرة. قلت يوسف المطيع ظهر أكثر من مرة، هذا أكيد على أو تأكيد على أن فريق المولودية وجدية يصبو لتسجيل هدف تدليل الفريق. كرة عند منتصر الحتيمي، يرجع كورته للخلف، يحيى جبران تعامل مع هذه الكرة. قبل ذلك هنالك صافرة وراية مرفوعة من الحكم المساعد معلن عن تسلل. نشوف هنا طريقة ركراكي الرأسية كان فرجة اليسرى، عودة للوداد. سيفتين بورا يرفع هذه الكرة أمامية، الشرقي البحري لم يتمكن من كورته أمام تغطية دفاعية لفريق المولودية وجدية وإبعاد للخطورة. الحكم يقول هنالك خطأ. مشوار هذه المباراة يسير نحو النهاية. بدر قدرين يستعد للتنفيذ، تنفذ هذه كرة أمامية، تغطية، خط وسط سوان يغير تماما الجهة اليسرى، كي بعيدة تواجد ديال لاعب نادي اللقماني. هجمة مرتدة مضادة، ينطلق سيف الدين، كرة رأسية، تغطية دفاعية مرة أخرى لصالح فريق المولودية الوجدية. محمد الحويضري الحكم الذي قاد هذه المباراة بصرامة شديدة، جرأة على مستوى القرارات التحكيمية، خسر المحاولات داخل منطقة الجزاء، ربما تكون ختامية منهية تفاصيل هذا اللقاء بالنتيجة المعروفة 3 أهداف مقابل هدف واحد. الوداد يتألق أمام فريق المولودية وجدية هنا بمدينة المحمدية. إذا الوداد يرتقي على مستوى السلم الترتيبي بعد أن كانت لديه 13 نقطة، تصبح لديه 16 نقطة، يصبح